السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. اليوم جيت نتقاسم معكم طريقتي البسيطة في تحضير كلاص منزلي طبيعي بدون مواد حافظة. عندي هنا 3 الحبات ديال الخوخ، قطعتهم بقشرتهم، غسلتهم مزيان وقطعتهم بقشرتهم وعصرت عليهم 1 المعلقة ديال الحامض، و3 الحبات ديال الموز او البنان، قطعتهم حتى هما قطع صغيرة وضفت ليهم 1 المعلقة ديال الحامض وبيتهم في المجمد ليلة كاملة. دابا خرجتهم من المجمد وغنوضعهم في هذه الآلة ديال الطحن. غناخذ اولا الموز غنوضعه في الآلة ديال الطحن، عندي 2 معالق كبار ديال العسل، وعندي واحد العلبة ديال الياغورت بنكهة الفانيلا. كما سبق وقلت غنطحن هاد الموز او البنان غير واحد الطحنه خفيفه حيت قطعته شويه كبير، ومن بعد غنضيف ليه العلبه ديال الياغورت بنكهه الفانيلا. اللي بغى يضيف حتى العلبه ديال الياغورت العادي الطبيعي اللي ما فيه حتى شي نكهه يضيفها. وغنضيف الملعقتين ديال العسل، ممكن تعوضوا العسل بالسكر حبيبات ولكن من الافضل ديروا العسل. صافي، وغنعاود نخدم الآلة ونطحن الكل جيدا. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كملته بالطحن. غناخد واحد العلبة وغنصب فيها الخليط وغندوز باش نطحن الكمية اللي عندي مجمدة ديال الخوخ. كما سبق وقلت 3 الحبات ديال الخوخ، عصرت عليهم معلقة ديال الحامض ودخلتهم للمجمد. غنضيف عليها علبة ديال الياغورت بنكهة الفانيلا وملعقتين من العسل وغنطحن الكل جيدا.
من بعد ما كملنا الطحن ديال الخوخ مع علبة ديال الياغورت وملعقتين كبيرتين ديال العسل، يكون هذا هو الشكل ديال الخليط. غنصبوه في العلبة بجانب الخليط اللي صبينا في الاول ديال الموز او البنان. غنغطيو العلبة وغنوضعوها في المجمد تقريبا 8 ديال السوايع. من بعد ما مرت 8 السوايع كيكون هذا هو الشكل ديال الكلاص ديالنا. كما كتشوفوا كيجي رائع جدا، كيبرد في هذا الصيف هذا وفي هذه الحرارة، وغيعجب الوليدات وطبيعي، مواد طبيعية غير بالفواكه، محتاجين نديرو فيه لا حليب لا كريمه. كما كتشوفوا كيجي رائع جدا، وحتى المذاق ديالو كيجي غزال. كما انه منعش في هذا الصيف، كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق وبالصحه والراحه. كنتمنى الطريقه ديالي البسيطه في تحضير هذا الكلاص تنال اعجابكم. اخيرا كنقول شكرا للناس اللي كتدعمني وكتشجعني وكتكتب تعاليق كتحفزني، وكنقول للناس الجدد مرحبا بكم، اهلا وسهلا. كنتمنى او المرجو منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. خليت لكم الراحة ودمتم سالمين.